كونيتشوا ميناسان، اهلا بيكم في فيديو جديد معانا النهارده من عالم الفيتيوب وازاي اني ابقى فيتيوبر على اليوتيوب او اني اعمل ستريمينج للالعاب. المره اللي فاتت اتكلمنا على برنامج فيرويد وازاي موقع او برنامج فيرويد ممكن استخدمه ان انا اعمل الكاركتر بتاعتي 3D، عشان انا ببقى محتاج كاركتر محدش استخدمها قبل كده وتبقى بتاعتي انا كاللوجو الحصري بتاعي عشان ما يجيش عليا اي حقوق في النهايه يعني. فاتكلمنا على 3D كاركتر. ففي ناس بتبقى اجهزتها ضعيفة وما تقدرش ان هي تعمل كشخصية كرتونية او انيميشن يكون بالقوة دي اللي هو يكون 3D. فاتكلمنا ان انا ممكن استبدل ده بشخصية 2D زي ما انتم شايفين ميكو تشان حاليا. ميكو تشان هي شخصية 2D ولكن تحس ان هي محبذة شوية. احنا معظمنا كفيتيوبر بنبقى لسه بنحاول نتعلم او اجهزتنا بتكون بسيطة فبنتعامل مع شخصية ال 2D ده. فهنتعلم النهاردة في الفيديو ده ازاي اني اقدر احمل شخصية 2D مجانية بالكامل، مش هتدفع ولا جنيه فيها، وبس للأسف مش هتقدر انك تصممها بنفسك. ليه؟ عشان هي الشخصيات بيكون حد عاملها قبل كده وانا بحملها، بس بحمل الامتداد بتاعها وبرفعه على البرنامج بتاعي بقى. هنتكلم على ازاي اني احمل الشخصية بتاعتي من على موقع بكل سهولة ومجانا تماما. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن ازاي ان احنا نبدأ تحريك الشخصية دي، وهنتكلم برضو على بعض المقتطفات في الاعدادات وكده عشان تبقى الشخصية تتحرك بسلاسة شوية، يعني نوعا ما زي ما انت شايف حاليا كل واحد بيحاول يوصل للاعدادات المميزة عنده واللي يقدر ان هو يتعامل معاها بكل سهولة. اذا يلا نروح نشوف الشرح. جا حاجيمي ماشو. بعد ما فتحنا الموقع اللي احنا هنجيب منه السكنات بتاعتنا 2D، بكل بساطة هنكتب في بحث جوجل العادي كلمة بوس اللي هي دي بوس. اول موقع هيظهر لنا اللي هو شكله الجمل ده نختاره وهندخل عليه. في البحث بتاع بقى بوس هنكتب لايف 2D موديل. لايف 2D موديل. هسيب لكم اللينك بتاع السكن بتاع الشخصية دي في وصف الفيديو لو انتوا عايزين تدخلوا عليه مباشرة وتجيبوه. طيب الشخصية دي فري مجانية 0 GB اللي هي الين الياباني من غير فلوس، فبتحمل الامتداد بتاعها اللي هو اول واحد ده. بمجرد ما تحمله كده خلاص السكن بقى معاك. دي الشخصية، باقي الصور بتاعتها موجودة هنا، ودي الملابس بتاعتها. ننتظر الصورة تفتح. في عندنا صورة تانية ليها. المهم ان الملف ده مش بيحمل الصورة بتاعتها بس، لا ده بيحمل السكن كله كامل بالرياكشنات بتاعته. في المرة الجاية بإذن الله هنعرفكم ازاي ان احنا نحركه. المهم حاليا احنا مركزين ان احنا نحمل السكن بتاعنا بالكامل. لو جينا نبص هنلاقي في شخصية كمان اهي 2D اهي من غير فلوس 0 GB، فممكن نضغط عليها برضو. تقريبا دي شبه شخصية مصاص دماء، فلو حد حابب شخصية زي دي او كاركتر زي دي 2D بالنسبة لنا ممكن يتعامل بيها. هي دي الشخصية لايف 2D فري موديل، ممكن تستخدمها عادي مفيش فيها اي مشكلة نهائيا. هتحملها وتعين عنك. شايف الملفة دي 23 ميجا بسيطة. اختار الكاركتر بتاعتك اللي عايز تمشي بيها. في طبعا كل ما تنزل هتلاقي شخصيات تانية. دي مثلا شخصية بس هي مش انمي، شبه شخصيات البوكيمون، بس برضو شخصية زي دي مجانية تقدر انك تحملها وتتعامل بيها عادي، تبقى كاركتر عادية. في ناس ما بتحب شخصية الانمي وتحب حاجة زي دي، برضو دي حاجة كويسة. في ايه تاني مجاني؟ في كل ما تدخل هتلاقي في تحت شخصيات مجانية كمان. في مثلا رسومات كتير اهو، دي شخصية مجانية ايه كمان. في انيا تشان كمان مجانية، بس ما محدش يقدر يستخدم انيا تشان لان عليه حقوق طبع ونشر من الشركة الاصلية بتاعة الانمي، فمحدش يفكر انه يعمل حاجة زي دي. دي الشخصية اللي احنا فتحناها حاليا ننتظرها ان هي تحمل. نبص بص على اللي تحت كده على ما تحمل. في شخصية هنا تانية اهي برضو ب0. ادي كده الشخصية حملت اهي، شكلها كويس لطيف. الشخصية دي بالنسبة للبنات اكتر، تقدري تحمليها عادي ب 11.4 ميجا بايت، مش تقيلة ابدا. كيوت اوي الشخصية دي. في شخصية عندي فري تشيبي موديل، في اللي هو شخصية التشيبي اللي هي الكرتونية. في برضو شخصية زي دي بس تقريبا هي مجرد راس بس للشخصية، فممكن حد يجرب يحملها ويشوف اذا كانت مناسبة ليه او لا. دي شخصية ولد
كل دول مجاني، اللي انا عماله افتحهم دول مجانيين، وكل ما هتدور سي مور هتلاقي شخصيات مجانيه تانية. طبعا انيا تشان محدش يستخدمها. في عندنا ايه تاني بصفر؟ الشخصيه دي قلنا عليها. ما عادش في حاجه بصفر هنا، فدي بصفر اهي كمان من غير فلوس اهي. الشخصيه دي شخصيه هي كمان تنفع للاولاد اكتر. في ايه تاني؟ او الشخصيه الكئيبه دي اللي شكلها شبه الموت كده برضو، دي بصفر، ودي اهي كمان بصفر. دي للاولاد كمان اهي. خلينا نفتح دي بالنسبه للاولاد اهي. كاركتر جميله جدا، صفر ياباني للاولاد. في عندنا حاجات تانية كمان، في شخصيه كمان للاولاد اهي بصفر. في كمان شخصيه للبنات برضو بصفر. في دي برضو اهي بصفر، ودي كمان بصفر. شايفين؟ ودي كمان كاركتر دي بصفر، دي للاولاد اهي. دي شبه ال الانميات بتاعت الخادمة بصفر برضو. الشخصية دي كمان بصفر، ودي كمان بصفر. شايفين كمية الحاجات المجانية اللي تقدروا تستخدموها؟ يعني مفيش افضل من كده. ف يعني كل حاجة مجانية تقدروا انتوا تستخدموها، فليكوا حرية الاختيار بقى، تشوفوا الكاركتر اللي انتوا عايزينها وتحملوها وتثبتوا عليها بقى، عشان خلاص دي كده شخصية الفيتيوبر بتاعكم، لحد ما ننتقل للمرحلة التانية او الفيديو الجاي ونشوف ازاي ان احنا نبدأ نحرك الكاركتر دي. تمام كده؟ تمام. جا متى ني سايونارا.